ويلا بينا على تتبيلة للفراخ رهيبة جدا جدا جدا، وهتعملوها بقى بأبسط طريقة وأسهل طريقة، وفي ثواني هتكون جاهزة معاكم. عايزة أقول لكم تتبيلة خرافة جدا جدا، ولا طماطم بقى تعتل هم الطماطم اللي هي اتجننت وغليت تاني ولا أي حاجة. يكون عندك صلصة بقى أي نوع كده، تفتحي علبة الصلصة بتاعتك زي ما انتوا شايفين، هتاخدوا منها كده ايه، مقدار على قد الفراخ اللي انتوا هتعملوها. خلاص، عايزه اقول لكم عباره يعني بصوا عن اسهل تتبيله ممكن تعملوها للفراخ. تتبيله بقى بحبه بهارات مش اكتر من كده، ومعلقه من الصلصه مش اكتر من كده. خلاص، يعتبر انا خدت معلقه مليانه من الصلصه. تمام، دي اول حاجه. تعالوا بقى نجيب بهاراتنا كده. نجيب بقى عندك بهارات فراخ، حطي دي كده اول حاجه معلقه كاري. خلاص اهو، ناخد من كل حاجه معلقه من الصغيره دي مليانه. وهنا كمان معلقه من الايه، من بهارات الفراخ. يبقى هنا معلقه كاري، معلقه بهارات فراخ، مع معلقه الصلصه الكبيره، ومعلقه من الثوم البودره. كل ده سليم خلاص. ومعلقه من بصل البودره. هي بحبه بهارات هتطلعي فراخ صدقوني خطيره. وهتبصوا يعني عايزه اقول لكم انتوا مش هتعملوا غيرها بعد كده. وحبه زعتر زي ما انتوا شايفين بين صوابعي كده تفركيهم وخلصت. وهنا كمان كنت جايبه بابريكا، خدت منها معلقه صغيره. بابريكا مدخنه، بابريكا عاديه زي ما انت عايزه. وتلات اربع معالق كبار من الزيت. هيبقى فاضل معانا ايه، حاجتين اتنين، فلفل اسود والايه، وده اساسي، ده اساسي هناخد كده. يعني زودي شويه بالفلفل الاسود. خلاص تمام، معلقه معلقتين معلقه ونص زي ما انت حابه. ونحط كمان الملح الايه بتاعنا، حطينا ورق لوري. ونضيف بقى الملح بتاعنا حسب كميه الفراخ اللي انت هتتبليها، ولا تخليها قليله ولا تخليها ايه مالحه. انا هاخد كده المعلقه اللي معايا مش كبيره قوي، فيعتبر خدت معلقه مليانه من الصغيره من الملح. خلاص، ناخد معلقه كمان كبيره من الخل. نعمل ايه تاني بقى، نكون غاسلين فراخنا وعاملين لها منقوع النقع بتاعها دوت، ومغسلينها غسله حلوه تمام تمام تمام، ومصفينها عشان ميبقاش فيها اي زفاره. هنا بقى همسك كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي واقلبها في بعضيها، علشان يعني بصوا ما تبقاش فيه حته من الفراخ ولا قطعه من الفراخ مش متبله. شايفين التتبيله دي عباره عن ايه، عن معلقه صلصه. هفكها كده بايه، بنقطتين من الميه عشان تبقى معايا ايه، سلسه كده، فاهمين، ما تبقاش مجبسه. تمام كده، ولا فيها طماطم ولا فيها بصل ولا فيها اي حاجه. هي معلقه صلصه بحبه البهارات بس. طبعا الفراخ ما بتبقاش فراخ حلوه كده في صينيه، ولا ايه، هتعمليها في صينيه ولا هتشويها. انا هقول لكم بقى، ده احنا هنعملها بطريقه بامانه خطيره. استحاله حد يكون جرب الطريقه ديت كده بالتتبيله الرهيبه دي في الصينيه لما تدخل. يعني انتوا عايزه اقول لكم هتوديكم في حته تانية خالص. ده انتوا لو عندكم عزومه وعملتوا صينيه الفراخ دي كله هيشكرك عليها بامانه، جباره جدا. انا عن نفسي، عارفين انا عن نفسي اتبهرت، انا كبهير انبهرت بامانه. خطيره خطيره خطيره. هنا بقى مقطعه الفراخ معايا، تقطعيها بقى 4 قطع، تقطعيها 5 قطع، تقطعيها 10 قطع زي ما انت حابه خالص. اهم حاجه تغسليها تمام وتصفيها من اي ميه زفره كده ولا اي حاجه. طبعا يعني عايزه اقول لكم بتكون الفراخ فيها ميه بتبقى مزفره، انا بحب اصفيها نص ساعه كده ولا اي حاجه في مصفى كده، تنزل كل ميتها. تمام كده، شايفين الفراخ بقت عامله معايا ازاي، كل ده من معلقه الصلصه دي. خطيره. طبعا يعني مش هنضيف قوط ولا بصل، هقول لكم اصبروا، احنا يعني عايزين نوديها في حته تانية خالص خالص خالص. خلاص كده، خلاص كده. طب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. احنا تبلناها وهنحطها في التلاجة كده مش اقل من ساعة. يعني ابتديها قبل ما تعملي اكل بساعة كده، تبليها وحطيها بقى ايه في التلاجة ساعة. خلاص، انا سبتها فعلا ساعة بأمانة. هنا بقى جبت صينيتي كده ماشي، يعني احنا عملنا حاجات تاني كتير بقى غيرها بقى، تبلناها. وهنا بعد كده بقى رحت جايبة ايه، بتاع 3 4 بصلات كده حلوين زي ما انتوا شايفين، نضفتهم وغسلتهم. وهعملهم ايه بقى، شرايح، مكعبات، مبشورين، وانتي براحتك. هنا بقى قطعتهم، وجبت قرن فلفل كده رومي، ورحت ايه هقطعه نفس البصل. هتعملوا بيها ايه، هقول لكم هنعمل بيها ايه. بس بأمانة 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 لازم تجربوا وصفة الفراخ دي بأمانة، لأن هتعجبكم جدا جدا، متبهرة كده. وطعم الحاجة، بصوا هم كانوا عاملين يزاولوا فيها بأمانة وجننوني. كل شوية حد يجيلي يقعد يندب معايا في حاجة. هنا بقى هنحط رشة ملح بسيط طبعا
علشان خاطر الايه البصل. احنا بنتبل البصل ونتبل الفلفل الاسود طبعا. الفلفل الاسود لما بيتبل الفلفل الاسود ايه والله جننوا الفلفل البصل لما بيتبل فلفل اسود وملح بيخلي ريحه جباره بامانه. وتمسكوا كده البصل بقى، بس تلبسوا حاجه في ايديكوا كلافز كده عشان خاطر البصل ده بيخش تحت الضوافر بيخلي ريحه الايد صعبه جدا. وتدعكي فيهم دعكه حلوه. خلاص هتنزلي بقى ميتهم والفلفل الاسود يبقى ليه ريحه كده جميله. طيب هنعمل فيها ايه؟ نجيب فراخنا. خلاص لو احنا عايزين بقى ناكل فراخ خطيره كده، هنروح رصينها كده على الايه على الخضار ده. منها يطلع ريحته، ومنها يدي ريحة للفراخ، ومنها يدي طعم جبارة. خلاص كده تمام. رصي بقى فراخك كده رصة حلوة علشان ايه تشيل معاك الصينية، عشان ما يعني تحطهمش على بعض ولا تشيلي منهم حاجة او تعملي صينية تاني. وننزل بقى كل شايفين الفراخ مش منزله ميه لاني انا مصفيها حلو جدا من الميه، يا دوب بس معلقه الحاجات اللي انا ايه تبلت بيها بحطها تاني على الوش اوزعها تاني عشان دي اللي هتديني الشكل اللي هتشوفوه في الاخر ده. خلاص كده كده عملت صينية فراخ مشوية استحالة هتاكليها عند حد غير لو انت بقى عملتيها بايديكي. خلاص كده تمام. غير بقى لو انتوا كمان ما عملتوش بقى لايك للفيديو واتنشر كتير كده وكل الناس شافتها وعملتها. خلاص صينيتنا جاهزة. كده بقى هنعمل ايه؟ هنحطها كده بحبة مية، نص كوباية مية كده صغيرة على البوتاجاز، ونحطها تاخد غلوة وبعد كده ندخلها الفرن. هنا بقى انا كنت مقطعة بطاطس بقى وقعدت بصوا اعمل في البطاطس دي زي ما تخيلوش بقى. المهم انا ايه حمرت بطاطس وجبت معايا بصلايه بشرتها وجبت معايا حزمه بقدونس. ده بقى الكباب اللي عايزه اقول لكم هيديكوا في حته تانية. طبعا تقطعيها بقى الفنعه، تقطعيها بقى كبيره براحتك. بس دي كانت كبيره والله العظيم، ده اللي ما تعرفوش انا قعدت احتحت فيها اللي هي اللي بقى عايزاها اطلعها مقرمشه. فالمهم كده جبت ايه البطاطس حمرتها. وده بقى الكداب بتاعنا اللي بصوا كداب بس احلى من الكباب. خلاص المهم بشرت بصلايه وحزمه البقدونس ونزلت بيهم برشه الملح ورشه الفلفل الاسود. وبامانه بامانه كانكم بتاكلوا فعلا كباب، بس كباب كداب. الكداب هو الصادق اليومين دول. خلاص فالمهم بقى هقلبهم كده زي ما انتوا شايفين في الحله دي. وعايزه اقول لكم احنا نعمل بيهم ايه دلوقتي، انتوا هتتفاجئوا بقى. ولما تعملوها وتاكلوها كده دي مع دي هتروحوا في حته تانية. هنا بقى ولعت حته فحمه وجبت معلقه من الزيت، وكده بقى ريحه الكباب بتاعتنا كباب كباب يا معلم. تمام نركنها على جنب كده 10 دقايق. شايفين عايزه اقول لكم انا بقيت كل شويه اجيب لقمه واحشيها بقى من الكباب بتاعنا ده. خطيره خطيره. نركنها على جنب بقى ونشوف. تعالوا هنا بقى. طيب انت معاكي اطفال هتعملي بطاطس وفراخ مشويه بس؟ لا، هنطلع كيس ملوخيه من الفريزر اللي احنا مفرزينه مع بعض. ها احنا مفرزينه مع بعض. فيلا بينا نشوف. شايفين خضارها عامل ازاي؟ الملوخيه تتقطع بالسكينه شايفين؟ لا من جموديتها. هنكون مجهزين الملوخيه. اسمها ايه؟ الشوربه على البوتاجاز. خلاص شوربه كدابه بصراحه ما اكدبش عليكم. خلاص كده وهتعملوا احلى ملوخيه. بس عشان انت بقى عندك اطفال فعايزه اقول لكم بقى يعني مش هيعرف ياكل حته فرخه بس، فلازم تعملي لهم حاجه كده، حبه رز مع حبه ملوخيه. طبعا الشعب المصري كله بيعشق الايه الملوخيه والرز. فعلشان كده بقى عشان احنا طبعا من الشعب المصري فلازم نعمل لهم ملوخيه ورز. عملت بقى حبه ملوخيه خطيره. هنا بقى طلعت كيس الملوخيه زي ما انتم شايفين وضربته في الكبه ونزلت على طول بحبه الشوربه الكدابه اللي احنا عاملينها. برضو شغل النهارده كداب لا بامانه، يعني حاجات كلها اقتصاديه. لا الفراخ يعني احنا عاملين فراخ بس احنا لو احنا عايزين ناكل حبه ملوخيه مثلا من غير شوربه هنروح جايبين كده فصين توم مع حبه ميه يغلوا على البوتاجاز بحته فلفل اسود بمكعب مرقه خضار هتعملي احلى ملوخيه. خلاص كده تمام. هناخد معلقه السمنه بتاعتنا كده ندخل الملوخيه بتاعتنا على النار اللي جوه كده عشان ننجز. وناخد كده ايه نص معلقه توم كده حلو. احنا حاطين توم في الشوربه عشان احنا عاملين شوربه ايه كدابه. خلاص يعني شوربه اقتصاديه بلاش كدابه عشان مش بحب الكدبه اصلا. بس انا صريحه معاكم وبقول لكم ان انا عاملاها بايه بالميه. يعني انا مش هبقى عاملاها بالميه واقول لكم ان انا عندي شوربه في الفريزر وعاملاها بالشوربه. خلاص لا بميه. انا فعلا بكون عامله لحمه بشيل شوربه اللحمه في الفريزر ما برضوش ارميها خساره. فلما بكون عامله زي حاجه زي كده تنفع في ايه في حبه ملوخيه حبه باميه. خليكي شاطره. خلاص بس النهارده ما عندناش
شوربه كان عندي بامانه وعملتها قبل كده ومفيش عندي شوربه. فلازم نتصرف، يعني صرفوا نفسيكم. طبعا معلقه السمنه شايفين الملوخيه بس الاول، شايفين الملوخيه دي متفرزه تمام كده وزي الفل. وهنا بقى كنت عامله لهم حبه الرز، وكانت اخر حاجه طشيتها كده ايه؟ الملوخيه. بقى انا بقى شكلها، يعني انا بعشق الملوخيه جدا بالمعلقه. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. انا ايه جري، انا جوعت. هنا بقى تعالوا بينا نشوف الرز. وهنا كان الرز خلاص كمان زي الفل. خلاص عملنا حبه رز بالشعريه كده بحبه سمنه بلدي، يستاهلوا بقكم. عايزه اقول لكم خطيره جدا 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 الملوخيه بالرز. مفيش حد ما بيحبهاش، صح صح كده. وكده خلصنا بقى الاكل. معانا فين صينيه الفراخ في الفرن؟ تعالوا نجيبها. دي حدوته بامانه ربنا، حدوته، ولو ما جربتهاش هتندموا. عايزه اقول لكم خطيره جدا. شايفين طالعه محرمشه ازاي؟ طب يلا بينا نجيب الكباب ونشوف هنعمل بيه ايه. الكباب ده بقى ماشي هتعملوه كده فرشه تحت الفراخ. طبعا ده مش هيترمي، ده يعني عايزه اقول لكم هيدي الفراخ الريحه اللي هي فيه. هتطلع الفراخ وانتوا الفراخ دي هينزل عليها الصوص بتاع الفراخ اللي فيه دوت. انا عن نفسي انا كنت باكل بس عيش بامانه من الجمال كده وبطاطس بالفراخ. عايزه اقول لكم خطيره، جربوا وهتدعوا لي. تمام تمام كده عملتهم فرشه كده، واطلع فراخي كده ارصها رصه حلوه. بصوا عايزه اقول لكم الفراخ ديت اللون اللي واخداه من جوه ده هوريهولكم يعني من جوه ايه، من بره دوت هتشوفوا من جوه اللحم الفراخ ده عامل ازاي. خلاص تمام. نرص بس فراخنا كده رصه حلوه. شايفين جمال الفراخ ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده بجد. ولا تقولوا لي بقى فحم ولا فراخ مشويه على الشبكه ولا اي حاجه. بصوا كل حاجه ليها حاجه، بس فعلا صينيه الفراخ دي طلعت رهيبه. تخش المطبخ كده تفنيني حبه تتبيلات، عايزه اقول لكم بتطلع معاكم رهيبه. انا بصوا اكتر حاجه بحب يعني افنن فيها بامانه والله العظيم تتبيلات الفراخ دي. بحب اطلع منها تتبيلات رهيبه. مش شرط بقى، بصوا انتوا اهم حاجه تركبوا الحاجات مع بعضيها كده. فننوا كده في التتبيلات. مش مهم يكون الفراخ واخده تتبيله كتير، بهارات كتير وحاجات كتير، لا بتغطي على الطعم. بصوا بهاراتنا سهله وبسيطه، وحاجات كلها كده من البيت خطيره، يعني مكوناتها بسيطه، بس طلعت معاكم الفراخ كده خطيره جدا جدا. هنا بقى ده كان جناح كده بتاع الفراخ كسره. طب الصوص ده بتاعنا هنعمل بيه ايه؟ الصوص دوت اللي هو من الايه، من حبه الملح حطيتهم فيهم، سويت بيهم الفراخ. طبعا نزلوا ميه. طيب الصوص ده هنرميه؟ لا طبعا خساره، ده عايزه اقول لكم رهيب. ده احنا حاطين بصل قد كده، بس هو طعمه حكايه. هنا قطعت بقى حبه خضره كده نزوق بيهم الفراخ، نكسر اللون بتاعنا ده. وتعالوا بقى نشوف الصوص ده نرميه ولا هناكله صويص. يلا بينا. وممكن يتاكل كده عادي ما فيهوش اي حاجه، بس انا هوريكم تعملوا ايه في الصوص ده. كانكم بتاكلوا يعني صوص الدمجلاز دوت بتاع اللحمه. عايزه اقول لكم رهيب. يلا بينا. هنا خدت الصينيه دي زي ما هي كده ورحت عامله فيها ايه، خدتها على البوتاجاز وهفضل اقلب بيها لحد يعني شكل الصوص كده ما يرضيني. خلاص لحد ما انت تشوفي انت بقى عايزاه لسوى ايه. خلاص كده تمام. طبعا البصل المكرمل ده حدوده برضو بجد. شايفين ابتدى كله يعني يتبخر كده، والصوص ده بقى كده يعني جنب حبه الفراخ خطير. سيبكوا بقى من الرز والملوخيه، يعني انتوا لو عاملين الحبه دول حبه طبق الصوص ده مع طبق البطاطس الكباب بتاعنا ده وطبق الفراخ، فعايزه اقول لكم مش محتاج اي حاجه تاني. شايفين دمجلاس خطير، هات ربنا تحفه تحفه تحفه. طبعا ده يطلع جنب الفراخ، مش عايز حاجه تاني. تمام تمام. طيب نعمل بقى عملنا سلطه وعملنا الملوخيه بتاعتنا دي والرز بتاعنا، وكده يعتبر الاكله بتاعتنا تنفعك في احلى عزومه. بس بامانه اوعوا تنسوا كده فعلا كده الايه. طبعا انا كان تليفون مطفي وانا عماله اكل. اوعوا تنسوا بس تقولوا لي رايكم فيها ايه، لان فعلا الفراخ جباره. بصوا باخد كده البطاطس مع الفراخ، عايزه اقول لكم صدقوني خطيره. وعملنا طبق سلطه مشويات رهيب. وكده يعتبر معانا الفيديو خلص. بس انا يعني عايزه اقول لكم الفراخ طعمها خطير جدا جدا جدا، مش بكتر البهارات
ولا بكتر الحاجات اللي انتوا بتحطوها فيها الخضار والكلام ده كله. حاجات بسيطة هتطلع معاكم الفراخ رهيبة. بصوا اللحم، عايزة اقول لكم لون الفراخ من جوه يعني من التتبيلة بينك كده، بينك والله العظيم بينك، عايزة اقول لكم خطيرة. وانا بغسل الفراخ دي يعني بغسلها بخليها اللي هي يعني تكون جايبة من اخرها في الغسيل والنظافة. فعايزة اقول لكم اعملوا طريقة الفراخ دي وعلى ضمانتي، ولازم تقولوا لي رأيكم فيها ايه. تمام تمام، اقول لكم بقى اشوفكم في فيديو جديد.